الغلط او الحفره اللي هو وقع فيها، سواء في تصرف شخص عمله، في خساره فلوس خسرها، في علاقه معينه مع شخص حبيب ولا كان صديق ولا شريك في عمل او ايا كان. فحاول اللي تاخد منه نصيحه قبل ما تشوف انت مين اللي بيديك النصيحه او مين بيتكلم معاك. شوف الحاجه دي الاول اللي هو جاي يكلمك فيها او جاي يكلمني فيها، هو بتقيسها الاول على نفسه. هو عمل بيها، عملها، غلط فيها، وبيحاول يقول لك عشان خاطر ما تغلطش في نفس الغلطه. لو لقيت الحاجه دي تمام فتوكل على الله. لكن لو لقيت شخص جاي لك حتى لو خد كورس قعد فيه 73 ساعة متواصل من غير نوم بياخد فيه، انت بتاخد كورس كلام نظري بدون اي تطبيق عملي وبدون اي خبرات سابقة او خبرات مسبقة، فللأسف بيكون لنا تطبيق صعب جدا. العملي اهم بكتير من الحياة النظرية. خلي بالك، ومش اي حد